السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. الجنايات تقضي بالإعدام شنقا لمتهمين في قضية مقتل فتاة المعادي. قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالإعدام شنقا في قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحي المعادي بالقاهرة. كما قررت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ 10,000 جنيه وبراءة المتهم الرابع مما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عيد عبد اللطيف وأشرف عيد وعبد الوهاب، كمال الدين عشماوي وأيمن عبد الرازق محمد وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اندفع أحدهما تجاهها قائدا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة ظهرها، فحاولت المجني عليها التشبث بها فصدمها بسيارة متوقفة بالطريق ودهسها أسفل عجلات السيارة التي يستقلناها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكن من الفرار بالحقيقة، فأحدث بها إصابات أودت بحياتها. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى إنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق مبلغا نقديا ومنقولات من المجني عليها، وذلك في الطريق العام، حال كونهما شخصين حاملين سلاحين مخبئين مبلغا نقديا ومنقولات من ناري مخبئين ناري وأبيض وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري. وكان ارتكاب جنايات القتل بقصد إتمام واقعة السرقة، بينما اتهمت النيابة العامة المتهم الثالث باشتراكه مع الآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي. وكانت الأدلة التي أقامتها النيابة العامة على الاتهامات المبنية حاصلها شهادة 7 شهود. تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضا قانونيا، وإقرارات المتهمين الذين ارتكبوا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهم بتصوير حصلت عليه النيابة العامة أظهر المجني عليه قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرورا أحد إطارات السيارة عليها، هذا فضلا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر وثبوت ذلك في تقرير مصلحة الطب الشرعي نتيجة تحليل العينة المأخوذة منه. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.